هل كنت تعرف يا عزيزي المتابع إن ما بين كل 1000 شنطة سفر 7 منهم بيضيعوا يوميا في المطار؟ ولو أنت كنت تعيس الحظ اللي ضيع شنطة سفره، فحب أقولك إن أنت غلطت غلط كبير قوي، لأن في الحالة دي شركات الطيران بتديلك مهلة 90 يوم فقط، ولو لسه ما استلمتش شنطة سفرك بعد 90 يوم بيتم بيعها على الإنترنت. هاي جايز، فعلا مش عارفه اودي وشي منكم فين، وانا بقالي اكتر من 3 اسابيع غايبه عنكم. انا عارفه ان انا قللت الذوق واستاهل التهزيء. صح، انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. صحتي النفسيه والجسديه اخر فتره راحت من هنا لهنا، فكنت محتاجه فتره نقاهه علشان ارجع احسن من الاول. لكن واخيرا انا رجعت لكم تاني، وبجد وحشتوني جدا جدا، واوعدكم انه مش هقطع تاني ابدا ابدا. وهنا في عندي اغلى وارخص شنط سفر مفقوده وعشوائيه لقيتهم على الانترنت. اغلى شنطه سفر كانت ب 850 دولار امريكي، وارخص شنطه سفر كانت ب 200 دولار. مبدئيا كده فرق الحجم ما بينهم شاسع جدا. اغلى شنطه سفر تحسوها شنطه كبيره قوي وشنطه رئيسيه اللي هي بتتحط في الطياره نفسها، اما شنطه السفر الرخيصه فهي اصغر بكتير في الحجم. عندي حماس وفضول كبير قوي اعرف ايه اللي جوه الشنط دي، فخلونا نشوف. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم حطوا لايك على الفيديو ده، وخلونا نحاول نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك، وانزلوا تحت اشتركوا في قناتي علشان نوصل 2 مليون، ويلا بينا نفتح الشنط المفقوده العشوائيه دي. اوكي، بما انه الشنطه دي هي اصغر في الحجم فهبدا بيها. اوكي بسم الله، بجد خايفه جدا ومتوتره اني افتحها. على فكره الشنطه دي نظيفه جدا والكواليتي بتاعتها تبان ان هي حلوه. مستعدين؟ اوكي 1 2 3. اوه ماي جاد، بجد مش عارفه ليه، بس فعليا دي كانت اخر حاجه ممكن اتوقعها من الشنطه دي، ان هي تكون شنطه اطفال. واضح جدا من الشنطه ان هي لبنت صغيره تحديدا، لانه فيها حاجات كتير قوي لونها بينك. شنطه البنت دي ارتب من حياتي شخصيا. الشنطه مرتبه جدا وكل حاجه فيها متطبقه بطريقه حلوه قوي، والشنطه مليانه حاجات، فخلونا نستكشفها. واو، اوكي، فاول حاجه في هنا الطاقيه دي اللي هي كده تحسوها طاقيه بنت صغيره. اوه ماي جاد، دلوقتي استوعبت ان انا مش المفروض اني اجرب الحاجات دي ابدا لانها مستخدمه. اوه ماي جاد جايز، شايفين الشورتس ما احلاه؟ مكتوب على الشورتس من هنا ان هو من 9 ل 10 سنين، فاحتمال كبير يكون هو ده عمر صاحبه الشنطه. دايما في الفيديوهات دي بجد ببقى حاسه بالذنب ان انا بفتش في حاجات الناس. اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو تحبوني اشتري شنطه سفر مفقوده واحاول ادور على صاحبها وابعتها له تاني. واو جايز، في عندنا هنا فستان. لا قلبي الصغير لا يتحمل. شايفين ما احلى الفستان ده، شكله كيوت قوي، وفي من هنا كمان فيونكه. بعد كده في عندنا البيجامه دي اللي شكلها حلو قوي وقماشتها تجنن، قماشتها ناعمه قوي، واعتقد ان كمان البنطلون ده بيجي معاها. جه على بالي قوي ادي اسم للبنت دي فهسميها جوليا. اوه واو، في عندنا كمان الفستان ده. اوكي، وخلصنا الجزء الاول من الشنطه، بس لسه في حاجات اكتر هنا. في هنا الجيب ده، فخلونا نشوف ايه اللي جواه. اوكي، في عندنا هنا مقص. مش عارفه ليه ممكن شنطه اطفال يكون فيها مقص، بس ده مش مقص حقيقي، تحسوه المقص اللي بيكون كده بلاستيك بتاع الاطفال، فممكن علشان كده عندها المقص ده هنا. ايه ده؟ اوه اوكي، دي باث بوم. دول اللي بيتحطوا في البانيو وهو مملي ميه، وبيعملوا كده حركات والوان وروايح، يعني باث بوم. خلاص. ودي اخر حاجه موجوده في الجيب. جايز، شايفين ده عباره عن مشط للشعر وكمان معاه مرايه. اوه ماي جاد جايز، الفرشه دي مليانه شعر ومستخدمه، فهحطها هنا. الجيوب دي فيها حاجات كتير، فخلونا نشوف. في هنا عندنا كروكس ميكي ماوس. لا سوري، ده مش ميكي ماوس، ده ميني ماوس. انا اسفه جدا لكن معلوماتي على قدي. الشوز شكله نظيف قوي ومش متوسخ من تحت، فاحتمال كبير يكون ده جديد. اوكي، في عندنا شوز. شراب مستعمل. اوكي، في عندنا شوز تاني، بس الشوز ده واضح جدا انه ملبوس كذا مره لانه متوسخ من هنا. لسه في حاجه هنا مش عارفه ايه ده بصراحه، ومكتوب عليه بلغه لا هي انجلش ولا هي عربي ولا هي اصلا مفهومه. اوكي، عارفين طلع ايه؟ طلع باث سولت، اللي هي الحبيبات الصغيره اللي بتتحط في البانيو علشان تطلع ريحه حلوه. بالمناسبه دورت دلوقتي على الماركه دي على الانترنت وطلعت ماركه المانيه، فهل ده معناه ان البنت دي جايه من المانيا؟ الله اعلم.
في عندنا الجيب ده. اوه واو، اوكي دي فقرتي المفضله. في عندنا سكاتلز وامنمز. اوه واو، تاريخ الصلاحيه بتاعتها لسه باقي فيه تقريبا اكتر من 8 شهور. واو اوكي، في عندنا هنا كمية شرابات كتير نظيفة وجديدة، مش قادرة اتحمل الكياتة دي. لسه في عندنا الجنب التاني من الشنطة. اوكي دي اول حاجة طبعا عيني جت عليها، اللي هي عروسة الباربي دي. هي مش باربي بس هي حاجة شبه الباربي. كل البنات بلا استثناء في طفولتهم كان عندهم العرايس دي، خصوصا اللي فيهم هنا تاج. اوكي واو جايز، في عندنا هنا الوان. حبيت الشنطة دي قوي لانها بتفكرني بطفولتي. وفي هنا الكتابين دول. اوكي، فده كتاب تلوين، وشوفوا ازاي البنت ملونة فيه شوية. تاني كتاب هو لتعليم الرياضيات، اكتر مادة كنت بكرهها في حياتي. في هنا كمان علبة تانية من الالوان. واو، دي فعليا كانت حلم كل طفل. وهنا في الشنطة الفرو دي اللي شكلها حرفيا يجنن. في حاجة جواها. اوه ماي جاد، في جواها فرشة سنان مرسوم عليها باربي. في كمان مشبك الشعر ده للأطفال لونه بينك. كريم للإيد صغير من باث اند بودي وركس. واو جايز، ريحته تجنن. واخر حاجة معجون اسنان مستخدم. عندنا هنا كمان المقلمة دي المكتوب عليها من ورا باك تو سكول. جواها في ستيكرات مختلفة والوان، لكن مش هحاول افتحها لانه زي ما شايفين الالوان فيها مكبوبة. من الواضح قوي ان البنت دي كانت بتحب الرسم والتلوين، لانه في حاجات كتير قوي ليها علاقة بالتلوين. اوه ماي جاد، في هنا عندنا ال LED لايتس. عندي احساس ان جوليا كانت شارياها للاوضه بتاعتها، فانا اسفه جدا يا جوليا، لكن هي بقت عندي دلوقتي. واخر حاجه موجوده في ارخص شنطه هي الكوبايه دي. الكوبايه دي شكلها جديد، وخصوصا كمان انه عليها التيكت بتاعها من تحت. هو ده كان محتوى ارخص شنطه سفر مفقوده. اوكي يا جماعه، طبعا لسه ما خلصناش لانه لسه في عندنا اغلى شنطه سفر مفقوده هنفتحها مع بعض دلوقتي. دفعت على الشنطه دي $850، فهنشوف دلوقتي لو فلوسي راحت على الفاضي ولا فعلا هيطلع فيها حاجات قيمه. بسم الله، خلونا نشوف. اوكي. اوه ماي جاد، بصراحه يا جماعه في كل شنط السفر اللي اشتريتهم قبل كده من الانترنت، دي اكتر شنطه اشوفها مبهدله في حياتي. من الواضح ان دي مش شنطه بنت، لانه اول حاجه حرفيا وقعت من الشنطه دي لما فتحتها هي ملابس داخليه بتاعت ولاد. اوه ماي جاد، دي اول حاجه موجوده في الشنطه. اعتقد ان دي الطاقيه بتاعه المهندسين، متوسخه من هنا وعليها بصمات كتير، فاكيد دي مستخدمه. اوكي، في عندنا هنا الشوز ده اللي شكله متوسخ جدا. اوه واو، الشوز ده من سكتشرز. في سؤال بيدور في راسي، ازاي الشوز متوسخ قوي كده والولد ده حطه وسط الهدوم؟ اوكي، في هنا عندنا شورت السباحه ده اللي مرسوم عليه اناناس. في هنا كمان شورت سباحه تاني. من الواضح انه صاحب الشنطه كان راجع من مصيف او رايح على مصيف، بس من تحليلي اعتقد ان هو كان راجع، لانه الشنطه متبهدله قوي، فتحسوا ان الشخص اللي عمل الشنطه دي كان بيحاول يرتبها بسرعه. اوكي، في عندنا هنا كمان جينز. بحب قوي احلل شخصيه صاحب الشنطه، فاللي انا حاساه انه صاحب الشنطه شاب صغير وهنسميه جاك. شورتس بحر تاني. لا لا لا، مستحيل. جايز، تحت الهدوم كان في العطر ده اللي من ماركه توم فورد، والعطر تقيل يعني تحسوه لسه مليان. واو، ريحة البرفيوم بصراحة ولا غلطة، ريحته تجنن. في هنا القميص ده اللي شكله غريب قوي وجديد. في تي شيرت هنا من امريكان ايجل، وفي كمان التي شيرت ده اللي من جاب. عندنا كمان الجينز ده اللي لونه بيج. واخر حاجه في الجزء ده من الشنطه هو الجهاز الصغير ده اللي هو على ما اعتقد باور بانك. اوه ماي جاد، والله شغال يا جماعه. في شنطتين، ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لي لانه حرفيا دايما تليفوني ناقص شحن. اوكي، في عندنا الجيب ده، خلونا نشوف ايه اللي جواه. اوه واو، اوكي في عندنا هنا شنطه جديده. حرفيا الشنطه دي بالكيس بتاعها. هو ده شكل الشنطه. بصراحه يا جماعه شكلها حلو قوي، وفي نفس الوقت جديده ما اتلبستش قبل كده. مش عارفه الشنطه دي ممكن تكون بكام، بس الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. اوكي، في عندنا كمان القميص ده اللي تحسوه كده الستايل بتاعه عامل زي ستايل هواي. مستحيل جايز، حرفيا في هنا ايربودز، ومش اي ايربودز، ايربودز برو. جايز مستحيل. السماعه دي يا جماعه مش رخيصه ابدا، فعندي شك كبير انه ممكن السماعه دي اصلا ما تكونش اصليه. لو حابيني اروح على شركه
ابل بنفسي واسالهم لو السماعه دي اصليه ولا لا. اكتبوا لي تحت في الكومنتس. اوه واو اوكي، في ده كمان اللي هو تقريبا كده كفر للايربودز. يا حرام الشخص ده كان جايب ايربودز جديده والكفر بتاعها وملحقش حتى يتهنى بيها. اوه واو اوكي، في هنا السماعه دي اللي من JBL. السماعه دي في حاله كويسه جدا، تحسوا ان هي جديده ومش مستعمله اصلا. دورت دلوقتي على الانترنت علشان اعرف سعر السماعه دي كام وطلعت تقريبا كده ب$100. في هنا ايد بلاي ستيشن محطوطه في نص الشنطه بطريقه عشوائيه جدا. ليه ممكن شخص مسافر عادي ياخد معاه ايد بلاي ستيشن؟ ما عنديش اي فكره لو ايد البلاي ستيشن دي غاليه ولا رخيصه، وبرده ما عنديش اي فكره هعمل بيها ايه. اوكي، في عندنا الحاجه دي اللي انا ما عنديش اي فكره هي ممكن تكون ايه. ايه ده؟ اوه، مكتوب هنا انه دي منفاخ لعجل العربيه. اوه ماي جاد، حرفيا في هنا شطافه. وات؟ تقريبا كده كان عايز يركبها في بيته. في هنا الكيس ده، خلونا نشوف ايه اللي جواه. في عندنا غسول الجسم الرجالي ده. واو، ريحه نظافه. اوه بانادول. في كمان عندنا جل الشعر ده اللي هو مكتوب عليه ان هو مصنوع في امريكا. شريط حبوب لونها اسود، مكتوب عليها ان هي حبوب بالفحم. فرشة سنان مستخدمة. في هنا مزيل عرق فاضي، مش عارفة ليه موجود في الكيس لو هو فاضي، بس اوكي. مبرد ضوافر مستخدم. ده يا جماعة لبان مفتوح وتقريبا كده هو بنكهة النعناع والرمان. ده هيترمي في الزبالة حالا لانه اكيد منتهي الصلاحية. وفي هنا كمان علبة مفتوحة في نص الشنطة فيها استيكرات تبييض الاسنان. حلو ان احنا نفكر في تبييض اسناننا واحنا مسافرين. عندنا كمان شورت بحر. هذا ايش فيه؟ دلوقتي استوعبت ان الشنطة دي فيها كل حاجة الا اهم حاجة، لبس للبيت. اوه ماي جاد. اوكي يا جماعة، في الكتاب ده من اكتر الكتب اللي كان نفسي اقراهم، The Power of Your Subconscious Mind. عندي احساس بيقول لي ان صاحب الشنطة كان مسافر لوحده على مكان فيه بحر وقاعد بيستجم على البحر مع الكتاب بتاعه. اوكي، من الواضح ان الشخص ده كان بيحب يروح على الجيم لانه دول المكملات الغذائية اللي بيتاخدوا وقت الجيم. مستحيل، تاريخ الصلاحية بتاعته انتهت من تقريبا 1.5 سنة. اوكي، في البوكس ده اللي انا بصراحة مش عارفة هو ايه، بس اللي انا فهمته من الصورة اللي على الكرتونة ان دي زي رشاش مية اللي بيتحط في الحديقة وبتبقى زي كأنه الدنيا بتمطر علشان تسقوا بيها الزرع. اوكي، في الكيس ده اللي مرسوم عليه صورة بصل. دي يا جماعة عبارة عن بذور بصل بتقدروا انكم تزرعوها وتطلع لكم شجرة او نبتة. اوه، يمكن عشان كده صاحب الشنطة عنده دي. احتمال يكون عنده حديقة خاصة بيه وبيحب يزرع فيها. عندي فضول كبير اجرب ازرع النبتة دي واشوف لو هتطلع لي بصل ولا لا. سيلفي ستيك. الاختراع ده حلو قوي لانكم ممكن تحطوا الموبايل هنا وتتصوروا كده من بعيد. ده اكبر دليل ان صاحب الشنطة بيحب التصوير، لانه الناس اللي عندهم دي دايما بيكونوا بيحبوا يتصوروا. واخر حاجة في الجزء ده هي الشنطة دي تقيلة. اوه اوكي، في جواها مكنة حلاقة وكمان مكنة حلاقة. الشنطة بقت فاضية بس لسه باقي الجيب ده اللي مليان حاجات. اوكي، اول حاجة في عندنا الشنطة الصغيرة دي. اوه واو، جواها ساعة. جايز تخيلوا الساعة دي من ماركة أرماني. بالمناسبة الساعة دي مكسورة كسر كبير جدا، بس النوع ده من الساعات بيكون غالي والساعة أصلا نفسها شكلها قيم بغض النظر عن الكسر. هاخدها عند حد مختص بالساعات وهنشوف لو هنقدر نصلحها ولا لا. اوه، في هنا مغناطيس بيتلزق على التلاجة مكتوب عليه تايلاند. احتمال كبير يكون الشخص ده كان راجع من تايلاند وعلشان كده معاه لبس بحر كتير، بس مش عارفة ليه مغناطيس التلاجة ده مكسور. تقريبا هو حط هنا كل الحاجات اللي كانت مكسورة. عندنا هنا كمان بطارية صغيرة جدا. دي اعتقد ان هي اصغر بطارية شفتها في حياتي. مستحيل. في سبيكر JBL جوه الشنطة دي. ده من نفس الماركة اللي كانت منها السماعة دي. ده اكيد هخليه عندي. اوكي، في هنا كمان الشنطة دي اللي مكتوب عليها سوني. الشنطة دي مليانة سيديهات جوه. حاسة ان انا المفروض ما يكونش معايا السيديهات دي، مش عارفة ليه. جايز في سيديهات كتير جدا، ما عنديش اي فكرة دي ممكن تكون ايه. صراحة حاسة ان دي حاجة شخصية جدا لصاحب الشنطة، فمش هجرب ابدا اني اشوف او اعرف ايه اللي جوه السيديهات دي. اللي هعمله اني هاخد كل السيديهات دي وهكسرها وهتخلص منها. مع انه مش هكدب عليكم ايدي بتاكلني اني احط واحد فيهم في اللابتوب واعرف ايه اللي فيه، لكن مش هعمل كده. اوه، في هنا
عندنا شوكولاته مفتوحه وبتاكل منها قبل كده. انا متاكده ان الشوكليت دي مش بس بايظه. اللي بعده اوكي، في هنا كمان عندنا علبه نضاره. اوه واو، دي يا جماعه نضاره جديده، حتى معاها الورقه بتاعتها ولسه بالكيس بتاعها. اوه واو، اوه ماي جاد. اوكي مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس دي بتكون زي علبه بتاخدوها معاكم لو انتوا عندكم كلب وطالعين تمشوه في الحديقه، بدل ما يعمل الفضلات بتاعته على الارض بتلموها وبتحطوها في الكيس ده وبعد كده بترموه. فمن الواضح انه صاحب الشنطه عنده كلب. اوكي يا جماعه، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه الشنطه اللي حبيتوها اكتر، هل حبيتوا اكتر الشنطه الرخيصه ولا الشنطه الغاليه؟ حطوا لايك على الفيديو واعملوا سبسكرايب في قناتي علشان ما يروحش عليكم اي فيديو من الفيديوهات اللي هنزلها لكم. وبس جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم الدنيا كلها، وان شاء الله هشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.